السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم عماد من قناة أم عماد للطبخ. اليوم خياتي جيتكم بهذه الوصفة هذه صيفية. الجناحين تاع الدجاج يكونوا هكذا نديرهم بالطريقة يجوا يقرمشوا، يحبوهم كامل أفراد العائلة. كما تعرفوا كي نهار نديروا جناحتين واحد ما ياكل. أنا درت لكم هاد الطبق هاد الأكلة هذه. نديروها نلقاها بشوية روز شوية ليفخيت، شوية تومية وهما، وديري الفطور لولادك غير ب20 تاع جناحتين. تبعيني على الطريقة. نقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نجيبوا خياتي قيس 20 ألف جناحتين يعني سوا. شريت درت عليهم هكذا حبة بصل سكرفشتها هكذايا مع الأول هي الأولى. جناحتين اختي الكريمة رحت نقيتهم كامل. غسلتهم بالماء والملح والقارص، خليتهم هكذا بون مومون في الماء والملح والقارص، وبعد شلتهم قطعتهم هكذا على زوج. درتهم هكذايا في الطنيجره تاعك. ديري عليها حبه بصل تسكرفجيها، درت عليهم 4 مغارف تاع الزيت، وبعد نديرو معاهم. درت هكذا حفنه هكذا تاع زروديه بقى. انا درت حبه هكذا هي كانت كبيره. درت عليهم الجلبانه هذه اللي كانت طايبه نص طياب كانت عندي 5000 تاع الزيتون هكذا دي نوايوتي. ونديرو لي زيبيس هنايا. شوفوا درت الملح، درت مغرفه تاع الملح ولي زيبيس اللي هما هذا النوع تاع الرز. كاين اللي يحب يديروه احمر تقدري ديريه بالطوماطيش وديروا العكري، انا درتو حبيت نديرو هكذا غير ابيض. أه قلت لكم درت لي زيبيس اللي هما فلفل كحل قرفه شويه راس الحانوت. درت شويه كرويه هكذا والثوم مرحيه هكذا. دوكاتي كان راني درت كلش كيما كي تشوفي. دوكا نروح نخلط كامل الخليط هدايا. دانو تخكوتي راني دايره الروز يطيب نص طيبه. انا درت هكذا بول كبير تاع الروز درتو خليته يطيب. درت له شويه زعفران وشويه ملح وخليته شويه ماشي حاجه، وخليته يطيب نص طيبه هكذا. دانو تخكوتي هنا خكاتي. شوفوا راني نقلي فيهم هكذا غير بشويه. كي نشوفوا هذاك البصل هذاك الدبال لينا كامل، نزيد عليهم لهنايا مغرفه صغيره تاع الثوم المرحيه اللي كيما اللي درتها معاكم. الوصفه تاع الثوم مرحي اللي ما شافتش الوصفه يروح يشوفها. افضل طريقه للثوم اللي يقعد لك عام ما تحوسيش كامل تزيدي تشري الثوم. فوالا انا درت هذاك الثوم لي مخلط هكذاك بليزي بالحار وكامل. درت منه هكذا مغرفه غير صغيره ماشي حاجه، وخلط كامل هكذا. نخلط يعني نقلي فيه، يعني نقلي كل حاجه في الخليط حتى نشوفوا كلش دبال معانا. كي نشوفوا دبال كل حاجه معانا هذيك الساعه نروح نمرقو حتى من تغطي كامل الجناحتين، يجي يعني الماء فوق الجناحتين هكذا. وماذا بكم تمرقوا بالماء يكون يغلي. فوالا يعني هكذا نسهل على روحي. ويعني ما من الاكله تجي بنينه. نديرو الروز نديروه في الفوق يجي فيه البنه تاع هاد الجناحتين هذوما. يعني منها الروز يجي بنين بالبنه تاع الدجاج. ومام طون نسحق هادو جناحتين انا نحبهم هكذا يكونوا شويه طايبين باش نقليهم. ما حبيتش نديرهم هذاك زعما نديروهم نقليهم هكذاك قباله. قلت انا وعلاش لا نغلي هكذا نطيبهم باش نروح نقليهم. فوالا هنا كيما راكي تشوفي هنايا المرقه بدات تبيض معايا وجناحتين بدا يدخلهم طياب. ما خليتهمش حتى من طابو كامل انا خليتهم هكذاك نص طياب. ما قريب يطيبوا يعني ماشي نص طياب، ام قريب يطيبوا يعني مش شادين لوحدهم تخليهمش يدبالوا كامل. فوالا تشوفي هكذا المرقه تاعك بدا يدخل فيها البنه تاع الدجاج بدات تبيض تروح في البلون. ماشي كيما مع الاول تكون غير ما بصح كي يبدا يطلق فيها الدجاج تبدا لا كولور تاعها تبدا تبدل. هنا في هذه المرحله راح نحيد هذوك الجناحتين تاعنا كامل، حطيتهم دا كوتي. دوكا دا كوتي نروح نجيب هكذا المول تاع الفوق تاع اللي يدخل الكوشه، ندير فيه هذاك الروز اللي قلت لكم غليته نص غليه. رحت قطرته كامل. درتو هكذايا في المول اللي يدخل في الفرن اللي دهنته كامل بلا مارغرين. وندير فيه عليه هذيك لاصوص هذيك اللي بقات اللي طابوا فيهم جناحتين هكذا يجي بنين بالبنه هذيك تاع الجناحتين. خلاص الدجاج هو طاب فيه تسمى هذا الروز راح يدي البنه تاع الدجاج هذاك يجي بنين. الروز هذا يجي ما شاء الله هكذا. هذا الروز هذا دوكا ندير عليه شويه، زدت عليه شويه توم. انا دائما هكذا نزيد عليه يعني الثوم ماشي ماهيش قاصحه ولا باش تجيك تخافيش يجيك فيه بزاف البنه تاع الثوم ولا لا. آه يجي بنين فيه يجي فيه البنه حاجات اللي كما تعرفوا الحاجه المحمره دائما تحب الثوم. وكيما راكم تشوفوا درت انايا على راس المغرفه شويه برك، ومن بعد زدت عليها شويه مارغرين هكذا ابان شويه هكذا درت عليه دخلتها في الفوق يطيب.
هنا د نوت كوتي دوكا واش نروح نديرو، نروح ندير هنايا جبت زوج حبات بيض، شوفوا الصفر درتو جهة والأبيض درتو جهة، هذاك الأبيض دوك نطلعو به نديرو به التومية كيما تعرفوا. الدراري يحبوا هاذوما دايما المايونيز يحبوها في الدار، يحبوا هذه التومية تكون يرافقوا بها الماكلة تاعهم. هنا شوفوا أنا جبت لهنايا عندي في هذا الطبسي درت فنجان تاع الفرينة، زوج مغارف تاع المايزينا، ودرت فيه لي ميم زيبيس اللي درتهم في ال يعني في لاصوص تاعنا اللي درناها، اللي هما الثوم بودرة الثوم en poudre، ودرت فيهم شوية ملح وشوية الكمون وشوية فلفل كحل، شوية قرفة وشوية راس الحانوت. فوالا دوك هذيك الصفر تاع البيض هذاك درت له شوية ملح من هنايا، رحت هنايا شوفوا رميتهم هكداك في لو جون دوف، وبعد نروح نديرهم في هذاك الفرينة اللي كيما قلت لكم مخلطة بشوية مايزينا ولي زيبيس. هنا نروح نرمد كامل هذوك الجناحتين هذوك تاوعنا، نديرهم هكذا في الفرينة، نبدا نطفوتي راني دايره الزيت خليتها تبدا تغلي، تبدا تسخن. قلت لكم ومن بعد كي تسخن الزيت نروح نقليو هذوما الجناحتين تاوعنا. فوالا هكذا يعني شوفوا سا شونج، ماشي كل يوم ديروا هكذا محمر الدجاج هكذا، شتو كي ديري جناحتين ديريهم هكذا صوص حمراء ولا واحد ما ياكلهم، دائما يحقروا الجناحتين ما يحبوش الجناحتين، بصح بهاد الطريقه اختي كريمه حيولوا يحبوهم وياكلوهم. انا شخصيا تعرفوا الريحه اون ديري طيب الحوت في الدار. قوتي جو البنه فيهم جو بنان جو ما شاء الله. فوالا هكذا دوكا خياتي يعني كيما كتشوفوا الزيت راهي غلات، راهي اللي سخنت مليح باش تجي فيهم هذيك القرمشه مليح، تجي مليح هكذا الزيت يكون هكاك سخون. فوالا هنايا دوكا خلاص راني نحي فيهم، شوفوا كيفاش يتحمروا جهه نروح نقلبوهم لوط كوتي، هنا حتى وين يعني يتحمروا لنا في لي دو كوتي، ونقليوهم حتى وين يخلصوا خلاص عندنا كامل كميه. هنا شوفوا راهم خلاصوا، راهي لهنايا كيما قلت لكم شريت غير قيس 20 ميل باك تاع الجناحتين. هنا الروز تاعنا راهو طاب، شوفوا ما شاء الله. دوكا نروحو نوجدو التوميه تاعنا اللي كيما قلت لكم درت فيها زوج حبات بيض، زوج البلون دوف، درت عليهم شويه تاع الثوم، شويه ابان تاع الثوم، ودرت عليهم شويه ملح، ودوكا راني نضيف بالزيت في الزيت كيما راكي تشوفين راهي تبان لكم من القرعه، يعني الزيت راني نضيف فيها غير بشويه وراني نطلع فيها بغا ميكسور. فوالا راني نطلع هكذا، شوفوا يعني مراهيش تبان هكذا مليح، مي شوفوا ديروا بغير بشويه زيت يعني تبدا تطلع لكم. انا شوفوا ما درت حتى حاجه تحت هذا البول هذايا، شوفوا راهو يتحرك لي نورمالمون، دائما موالفه ندير له حاجه اللي تشدو من تحت، هاد المره ما درت. شوفوا كيفاش ما شدش بلاصه وما بان لكمش يعني مليح كيفاش راهو تطلع لي توميه. كيما شفتوا درت شويه ثوم شويه ملح ودو بلون دوف، ونضيف الزيت غير بشويه، شوفوا كيفاش تطلع وتجي ما شاء الله، وتجي بيضه 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 بيضه. والثوم خياتي غير ما كان له تكتري بزاف، ديري غير ابو بري سنه هكذا تاع الثوم. هنا راح جبت حبه قارص، رحت عصرتها هكذاك ودرت هكذا باش بالصفايه باش ما يهبطليش داك العظم تاع القارص. هذيك الحبه تاع القارص دوك نضيفها لهنا لهاد الثوميه تاعنا، ونعاود نخلط بلوبغا. فوالا حتى لوين تشوفي هكذا خلاص كلش نساجم معاك، دوكا نروح نفرغها التوميه تاعنا في بول ولا اللي كان اللي جات يعني ولا في باطا تحبي تخبيها في في الفريجيدير. فوالا شوفوا التوميه تاعنا كيفاش تجي ما شاء الله. حنايا يعني الدراري كما تعرفوا يحبوا هاد السقايط هذوما. هنا شوفوا درت رافقتهم هكذا بمقله تاع لي فريت، على بالي يعني حاجه ماشي صحيه باسكو القليان مع القليان مي الله غالب يعني دوكا هذوما الحوايج اللي يحبوهم الدراري سورتو في الصيف. مي انا كي ندير هكذا حاجه يعني نوصيكم خياتي باش دائما ترافقوهم مع شلاضه لازم تكون دائما حاضره فوق الطابله تاعك، وفي العشاء نديروا حاجه خفيفه. هذه هي. هنا نوصل معكم خياتي الى نهايه هذا الفيديو هذا، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ونتمنى تجربوها، ولا عجبتكم خلوا لي في لي كومونتير. ما بقى لي غير نقول لكم خياتي خليكم على خير ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.